أنا عايزاك تعمل حاجة واحدة بس، ما تصدقش أي حاجة تشوفها عن مباراة مصر والأرجنتين غير لما الفيديو ده يخلص، لأن اللي أنا اكتشفته بصراحة خوفني. وأكتر حاجة خوفتني مش الإشاعات نفسها، لكن عدد الناس اللي صدقها. أنت متخيل قبل ما الحكم يعلن بداية الماتش كان في ناس على الإنترنت بتتكلم كأنها كانت موجودة جوه أوضة ملابس المنتخبين، واحد يقول ميسي مصاب، وواحد يقول صلاح هيغيب، وواحد يقول النتيجة اتسربت، واحد تاني طالع بصورة من سيمبسون ويقول اهو قلتلكم من زمان تقولش نتيجة ثانوية عامة وبيسربوها. وانا في الاول كنت اصدق، بقولها بصراحة، لان الصور كانت معمولة باحترافية والفيديوهات شكلها مقنع والتعليقات تحتها ناس بتحلف ان كل ده حقيقي. لكن اول ما بدأت ادور القصة أخدتني في حتة تانية خالص. أنا قلت لنفسي أكيد أول صفحة نزلت الخبر دي عندها مصدر. دخلت أدور ملقتش، قلت يمكن الصفحة اللي قبلها، ملقتش. فضلت أرجع لورا صفحة ورا صفحة وحساب ورا حساب لحد ما وصلت للنقطة غريبة جدا. عارف لقيت إيه؟ ولا حاجة، كأن الخبر اتولد لوحده. مفيش صحفي نشره، مفيش بيان رسمي، مفيش مؤتمر صحفي، مفيش حتى شخص معروف قاله، مجرد آلاف الصفحات بتنقل من بعض وخلاص. ساعتها حسيت ان الموضوع أكبر من مجرد إشاعة. خليني أسألك سؤال، انت آخر مرة شفت خبر مكتوب فوقه كلمة عاجل عملت ايه؟ غالبا ضغطت، وده طبيعي لأن الكلمة دي معمولة عشان تستفز فضولك، وده بالظبط اللي حصل. كل إشاعة تقريبا بدأت بنفس الطريقة، عنوان يخض، صورة تشد، وجملة قصيرة تخليك تقول ايه ده، وبعدها تلاقي نفسك بتبعتها ل5 من أصحابك ومن غير حتى ما تعرف هي جاية منين. أول إشاعة شدتني كانت إشاعة سيمبسون، أكيد شفتها، الصورة اللي فيها شخصيات الكرتون وكأنهم بيتكلموا عن مصر والأرجنتين. أنا بصراحة وقفت قدامها شوية وقلت طب لو دي حقيقية. لكن أول سؤال سألته كان بسيط جدا، هي اسم الحلقة ايه ولا جايبينها منين؟ الغريب ان محدش عرف يجاوب. رقم الحلقة برضو محدش قال. طب تاريخ عرضها يا جماعة برضو محدش قال، مفيش اي حاجة. طب النسخة الأصلية من المشهد، عايزين نشوف الحلقة كلها، مفيش حد بيرد. كل اللي كان موجود هو نفس الصورة تتنقل من صفحة للتانية للتالتة وتبقى كل الصفحات أخدها من بعض. ساعتها فهمت الدرس الأول، مش كل صورة شكلها احترافي تبقى حقيقة، ومش كل حاجة الناس بتشاركها بتبقى وراها دليل. لكن وانا لسه بدور ظهرت إشاعة أخطر، إشاعة قالت إن ميسي مش هيلعب، وإنه مصاب، وإنه اتخبط في وشه وهو بيلعب مع الراس الأخضر، وإن الإصابة بتاعته شديدة ومش عارفين يعالجوه بسبب العواصف والحكايات اللي بتتقال دي. ودي بقى كانت بداية فصل جديد من القصة، فصل خلاني أفهم إن الإشاعة ممكن تبدأ من معلومة صغيرة جدا وتتحول لخبر يلف العالم كله. أنا كنت فاكرة إن قصة سيمبسون هي أغرب حاجة هقابلها، لكن بعد ما خلصت منها لقيت نفسي داخلة على ممر وباب أخطر، باب اسمه المعلومة الناقصة. عارف يعني إيه معلومة ناقصة؟ يعني حد يقولك في كلام إن ميسي تعبان، ميسي متصاب. الجملة دي لوحدها ممكن تبقى مجرد ملاحظة، لكن أول ما توصل لصفحة تانية تبقى ميسي قد يغيب عن مباراة الأرجنتين ومصر، وبعدها بدقايق صفحة تالتة تقول ميسي خارج المباراة. لا بيان ولا مؤتمر صحفي ولا تصريح رسمي. وده بالظبط اللي بيخلي أي إشاعة تكبر، مش لأنها قوية، لكن لأن كل واحد بيزود كلمة من عنده، والكلمة الصغيرة بتغير المعنى كله. أقولك على حاجة، وأنا بدور لاحظت إن أغلب العناوين بتلعب على نفس الإحساس، الخوف، الاستعجال، الفضول. تلاقي عنوان يقولك عاجل، ولما تدخل تكتشف إن الخبر نفسه بيقول مفيش أي تأكيد رسمي، يعني العنوان حاجة والمحتوى حاجة تانية خالص. وده سبب مهم يخليك دايما تقرأ الخبر كله مش العنوان بس. طيب سمعت عن إشاعة صلاح؟ كمان خدت نفس الطريق،
كل شوية بوست يقول صلاح مش هيشارك، صلاح بسبب الإصابة بعد ما تعب في الماتش ما بين استراليا ومصر هيقعد ويريح الماتش ده واحتمال ينزل في النهاية أو مش هيشارك أصلا. ولما تدور على المصدر تلاقي ناس بتنقل من بعض، وفي الآخر ترجع للمصدر الرسمي تلاقي صورة. مش معناه إن اللاعب مستحيل يتعرض لإجهاد ولا إصابة، لكن معناه إن أي معلومة لازم يبقى ليها دليل واضح قبل ما تتحول لحقيقة قدام الناس. ساعتها سألت نفسي، طب لو الإشاعات دي كلها بتنتشر بالشكل ده مين المستفيد؟ هل هي مجرد صفحات بتجري ورا مشاهدات، ولا في سبب تاني بيخلي أي خبر عن ماتش كبير ينتشر وبسرعة البرق؟ الإجابة خلتني أبص للسوشيال ميديا بطريقة مختلفة خالص، وده اللي هقول لكم عليه. في سؤال فضل يلف في دماغي وأنا بعمل البحث ده، لو كل الإشاعات دي طلعت غلط إزاي انتشرت بالسرعة دي؟ هنا بدأت أفهم إن المشكلة مش في مباراة مصر والأرجنتين، المشكلة أكبر من كده بكتير. المشكلة في طريقة الإنترنت نفسه. المنصات مش بتعرف الحقيقة، المنصات بتعرف حاجة واحدة بس، إيه اللي الناس بتتفاعل معاه وبيكتبوه على طول. طب هقولك على أخطر من كده، انت عرفت إشاعة سيمبسون اللي توقعت بنتيجة المباراة، وإشاعة إن محمد صلاح مش هيشارك في الماتش، وميسي متصاب وممكن ما يشاركش كمان في الماتش. امال مين هيلعب يا جماعة؟ اقولك على كمان اشاعة قالت ان الفيفا اختارت الحكم لمساعدة الارجنتين. اتقال كده ان بسبب ان حسام حسن رفع علم فلسطين الفيفا هتجيب حكم يحكم لصالح الارجنتين ويطلع مصر من الماتش خالص ومن كاس العالم عقاب، ومن غير ما حد يقول، والكلام من تحت الترابيزة. طبعا مفيش اي دليل ولا بيان رسمي يقول الكلام ده. خد اللي بعده، الفيفا غيرت ميعاد الماتش في السر. ليه في السر؟ هما هيلعبوه ومحدش هيشوفهم، ولا هيفاجئوا اللعيبة ان في ماتش ويلا قوموا البسوا هدومكم عشان عندنا ماتش دلوقتي؟ تقولش خارجين نتفسح؟ الموضوع مش عقلي ولا منطقي، ده جدول ماتشات بيتحط ومتظبط بالظبط وكل واحد عارف ميعاد الماتش بتاعه امتى. اللي بعده قال الذكاء الاصطناعي قال ان مصر هتكسب. نماذج كتيرة وحكايات، واللي يقول شات جي بي تي، واللي يقول جيميناي، واللي يقول موقع، واللي يقول حكاية، وكلها كلام مفيش عليه مصدر رسمي واحد، ومفيش إجماع كمان. واحد يقول 1-0 والتاني يقول 2-1 والتاني يقول 2-0، وكل واحد برقم غير التاني. الإشاعة اللي بعدها ميسي قال إن دي آخر مباراة لي وإنه مش هيلعب ماتشات تاني بعد كده. هل ده منطقي؟ يعني هو هيخلص الماتش ده ومش هيكمل بقية كاس العالم؟ ايه الكلام حتى مش منطقي، مفيش اي حتى تصريح رسمي بالكلام ده. ده حتى هو ما قالش انه هيخلص كاس العالم ويقعد بعد كده في البيت يقشر بصل ويعمل بطاطس مع مراته. الكلام مش حقيقي، اشاعات بتتقال وخلاص. طب اقولك على اللي بعده، اتقال ان الارجنتين ضمنت التأهل فعلا. ايوه، قالوا ان هم متفقين مع الفيفا ومع الحكام والموضوع منتهي، وهي عبارة عن تمثيلية هتحصل ماتش وخلاص، وهيكسبوا الارجنتين بضربة جزاء ولا بأي حكاية وهيطلعوها وهيكسروا مصر في الماتش ده. كلام ما حصلش، مفيش اي حد قال كلام زي كده، الكلام نفسه ما يتقالش. اللي بعده اتقال ان الفيفا رتبت المواجهة تجاريا، يعني قالوا ان عليها فلوس وحوار وان هيكون لها بداعم وان الماتش هيكون متسوق بطريقة تجارية وعليه فلوس كتير جدا. الكلام ده ما حصلش، المواجهات بتتحدد وفق نظام البطولة، ما ينفعش يخش فيها اي تجارة، ومفيش دليل على الموضوع ده. الاهم من ده واللي بالنسبة لي هي اخطر اشاعة، يعني ان في فيديو متسرب من غرفة ملابس الأرجنتين. دي عبارة عن مقاطع قديمة وما حصلتش، وطالعين يقولوا كلام على ميسي بالذكاء الاصطناعي انه هيدعم اسرائيل وانه مش بيعترف بمصر اصلا ولا باللعيبة ومش بيحترمهم. كلام كتير اتقال وكله غلط في غلط، اشاعات. للأسف الكلام اللي بيتكتب كلام زي قد، بحسب تقارير، انباء غير مؤكدة، بتكون موجودة جوه الخبر والعنوان مكتوب كأنه حقيقة نهائية عشان تخش بس وتشوف ايه اللي بيحصل. عشان كده اخطر حاجة مش الكذبة،
أخطر حاجة إننا ساعات بنكتفي بالعنوان. تعال نسأل السؤال الصعب، مين المستفيد؟ أول مستفيد أي صفحة بتجري ورا الانتشار، كل مشاركة بتزود وصول المنشور، وكل وصول ممكن يجيب متابعين أكتر. تاني مستفيد صناع المحتوى اللي بينزلوا أي خبر قبل ما يتأكدوا منه، السرعة بالنسبة لهم أهم من الدقة، لكن في المقابل في ناس بتتعب عشان ترجع للمصدر الأصلي وتصحح المعلومة. غالبا التصحيح مش بينتشر بنفس سرعة الإشاعة، وده يمكن أغرب درس في القصة كلها، إن الحقيقة محتاجة مجهود والإشاعة محتاجة زرار مشاركة وبس. عشان كده قبل ما تعمل شير لأي خبر رياضة اسأل نفسك 3 أسئلة: مين قاله؟ فين المصدر؟ هل في تأكيد رسمي؟ ولو ما لقيتش إجابة يبقى الأفضل تستنى، يمكن دقيقة انتظار توفر عليك إنك تنشر معلومة غلط لآلاف الناس. في النهاية أنا مش بقول ما تصدقش أي حاجة، أنا بقولك اتأكد قبل ما تصدق، لأن ماتش كرة القدم بيخلص بعد 90 دقيقة، لكن الإشاعة ممكن تعيش سنين. ولو خرجت من الحلقة دي بحاجة خليها دي، مش كل حاجة منتشرة تبقى حقيقة. أوقات أكبر مفاجأة مش نتيجة المباراة، أكبر مفاجأة هي إزاي يتلعب بعقولنا قبل ما الكورة تتحرك من نص الملعب. في الآخر يمكن الماتش يخلص والنتيجة هتتسجل في التاريخ، اللي حصل قبل الماتش هو اللي علمنا الدرس الحقيقي، إن في زمن السوشيال ميديا مش كل اللي يتقال صح، ومش كل صورة حقيقية، ومش كل فيديو يستحق إننا نصدقه. وأوقات أخطر حاجة مش الكذبة نفسها، أخطر حاجة إننا ننشرها من غير ما نتأكد. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اللي بنحقق فيها وندور ورا الحقيقة ومش بنكتفي بالعناوين، يبقى ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجاية أول ما تنزل، لأن اللي جاي هيكون أغرب وأخطر، أعمق بكتير من اللي شفته النهاردة. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر إشاعة سمعتها عن مباراة مصر والأرجنتين، هل كنت صدقتها في الأول ولا شكيت فيها من البداية؟ أنا هقرأ كل التعليقات، ممكن تعليقك يكون بداية تحقيق الحلقة الجاية. هقول لكم على أخطر مراهنات اتقالت على مباراة مصر والأرجنتين. استنوني في حلقة جديدة هكشف لكم أسرار وأخبار أول مرة تتنشر. أسيبكم في أمان الله، السلام عليكم.